كان في اتنين عمي قاعدين على طريق زوجة الملك، لأنهم عارفين إنها ست كريمة وبتساعد الناس. واحد فيهم كان دايما بيدعي ويقول يا رب ارزقني من فضلك، والتاني بيقول يا رب ارزقني من فضل زوجة الملك. المهم زوجة الملك كانت سامعة الدعاء اللي هم بيدعوا الاتنين، فكانت بتبعت للي طلب فضل ربنا درهمين بس. أما اللي طلب فضلها فكان بتبعت له فرخة مشوية جواها 10 دنانير. اللي بياخد الفرخة كان كل يوم بيبيعها لصاحبه الأعمى التاني بدرهمين بس، وطبعا هو ما كانش يعرف إن جواها 10 دنانير. وفضلوا على الحال ده 10 أيام. بعدها الست نزلت وسألت الراجل اللي طلب فضلها، فقالت له مش كفاية عليك الفلوس اللي أنا بعتها لك؟ فهو قال لها كده متعجب فلوس إيه؟ فقالت له 100 دينار في 10 أيام، كان كل يوم 10 دنانير. فقال لها أنا كنت ببيع الفرخة اللي أنت بتبعتيها لصاحبي بدرهمين 2. فضحكت وقالت له أهو أنت اللي طلبت فضلنا فربنا سبحانه وتعالى حرمك، وصاحبك اللي طلب فضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا رزقه وأغناه. فمن اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على نفسه مل، ومن اعتمد على الله فما زل ولا قل ولا ضل ولا مل.